وانا عارفه انكم كتير، انا شفت واردات الاحصاء وعارفه ان كتير قوي بيلبسوا بواريك. مساء الفل يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بصوا الباروكه دي، انا كنت هموت واعمل القصه دي بجد، يعني كنت واكله دماغي اللي هو القصه والشعر القصير لحد هنا، وكنت متخيله هيبقى الشكل زي اللي انا بشوفه في التلفزيون. الحمد لله ان انا جبت الباروكه دي تمام ولبستها عشان ما اعملش الجريمه دي. ودي من ضمن فوائد البواريك، انك انت لما تكوني عايزه تعملي حاجه تغيير جامد قوي جربيه الاول في باروكه وشوفي شكلك، ما يمكن يطلع يعني مش زي ما انت متخيله وتنقذي نفسك. يعني انتوا عارفين الشعر الكيرلي بيكش، فلو انت قصتيه ده ما فيها دي تعويره، يعني ما فيهاش معلش دي القص بالنسبه للشعر الكيرلي. هي كانت بالنسبه لنا تجربه فاشله وفيك. بصوا هوريها لكم. هي اولا يعني من شي اوكي، كنت جبتها ب50 درهم وقتها، يعني ما يعادل ساعتها 250 جنيه، دلوقتي بقى يعادل 300 جنيه تقريبا، اضربه في 6. الخامة بالنسبة للسعر تحفة، يعني بصراحة شهادة لله يعني. بصوا، وفي هنا كليبس. الباروكة متبهدلة عشان مديها البنت تلعب بيها بقى، ما ملهاش لازمة بالنسبة لي. المهم في هنا بقى ايه، كليبس بيتشبك كده علشان يبقى مظبوط على مقاسك. وكمان في هنا بصوا تحسوا ان هي قلياني طبيعيه، وانا قلياني ناصحه وجبتها بقصه علشان يعني يبان طبيعي وما يبانش الحته الفيك اللي في النص. بصوا انت بتلبسي الباروكه زي بتعملي التسريحه دي، بتعملي ضفيرتين وبعدين كروس وتشبكيهم هنا تجيبيهم على قدام كروس، وبعدين ايه تقومي شبكاهم بنسة عشان ما يكلكعش. ده لو شعرك طويل شويه يعني علشان ما يكلكعش. وبعدين يا ستي انا حاسه ان الباروكه مش باينه، تقومي جايباها كده من قدام، تمسكيها كده اوكي، تفتحيها كده، تخلي ناحيه القوره دي ناحيتك انت، وزي ما بيقولوا بقى بتاخدي غطس فيها. ابعدوا شويه. ايه رايكم؟ يعني صباح الفيك، الحمد لله ان انا ما اتهورتش وقصيت شعري. فظيعه فيك قوي. الباروكه دي لو كانت ظبطت معايا كانت هتوفر حاجات كتير. اولا اعرف اعمل الماسكات الغريبه بتاعت الشعر عشان تتقله وتوقف التساقط، وابطل ارحمه من الحراره. على فكره اكيد انا لابساها غلط، هي في ناس بقى بيلبسوها بيطلعوا جزء كده يقوموا مرجعينه على ورا علشان تقريبا انا لابساها غلط. واكيد انا لابساها غلط، اكيد انا بلبسها غلط. خبراء البواريك بيقولوا لي، وانا عارفه انكم كتير، انا شفت واردات الاحصاء وعارفه ان كتير قوي بيلبسوا بواريك. والله حاسه اني كنت في خناقه. المهم يا جماعه الباروكه ليها مميزات كتير جدا، سيبكم من اللي حصل معايا. يمكن الباروكه رخيصه، يمكن في بواريك احسن من كده ما تبانش ان هي فيك قوي كده، يمكن انا اخترت غلط، يمكن هي مش لايقه عليا. بس الباروكه اولا يعني من ناحيه الشرع مش انا اللي هقول لكم حلال وحرام، انتوا روحوا اسالوا الباروكه اللي هي الحته واحده دي ايه ظروفها واعرفوا بنفسكم. بس الناس اللي هم عندهم مرض ربنا يعافيهم يا رب ويعفى عنهم كلهم ويحفظنا. الناس دي الباروكه بتفرق معاهم كتير، يعني الناس اللي هي شعرها بيقع من الكيماوي والكلام ده الباروكه بتفرق معاهم. لان انا كتبت قبل كده، لان في ناس بتطلع تقول دي اخر حاجه بيفكروا فيها شكلهم، ده اعلام الكيماوي مش عارف ايه. لا شكلهم بيفرق معاهم جدا، فدي بتبقى احلى هديه على فكره، واحسن حاجه ان انتوا تتبرعوا بشعركم، يعني اللي يقدر يعمل كده يا ريت. تاني حاجة، لو الحالتين بقى بتوعي اللي انا اشتريت بسببهم الباروكة، اولا انا شعري كان بيقع جدا 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 بشكل مش عارفة اسيطر عليه، فلا كان مستحمل ان انا اسيبه زي ما هو كده كيرلي، ولا مستحمل ان انا افضل مقضيها حرارة. فقلت الباروكه هتبقى حل حلو قوي، انا ممكن اعيش بيها في البيت كده وما اضطرش ان انا اعمله كيرلي، ولا اضطر ان انا اجهده بالحراره وافضل امضاه كده وخلاص والموضوع يتحل، وافضل بقى ايه احاول ان انا اوقف التساقط بالماسكات الغريبه دي اللي احنا بنعملها. فانا كان املي عليها كبير، وكنت مرتبه نفسي ان شاء الله خير يعني، وهتوفر وقت بقى، ومش هحتاج 50,000 ساعه بحاول ان انا اعيد على الخصله 100 مره ما بعرفش اعملها في الاخر، ولا انا مش عارف ريفريش للشعر كيرلي والنيله السوداء اللي احنا فيها دي. فانا كنت معلقه عليها امال كبيره قوي. بس لما جبتها ولبستها زي ما انتم ما شفتوا كده
اولا مش مريحه خالص، انا ما استحملتش والله حتى اجربها دلوقتي، يعني انا ما استحملتهاش 5 دقايق دلوقتي معاك. فانا لا مش هقدر ان انا البسها بصراحه. وبعدين حاسه ان انا قاعده بدماغ مش بتاعتي، يعني مش بتاعتي، هقعد مين دي؟ ما ارتحتش للاسف، ما ارتحتش فيها خالص. انتوا عارفين، انتوا عارفين بقى ان الوسط الفني معظمهم بيلبسوا بواريك. اخر احصائيات شفتها من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء كانت صادرات واردات، كانت واردات مصر من الشعر المستعار والاكستنشن او الوصلات كانت تقريبا واخده الترتيب الخامس او الرابع، مبلغ ضخم وسابقه سلع اساسيه. دي كانت من ضمن السلع الاستفزازيه اللي كانت قلب مصر ساعتها يعني. بس فعلا كانت مستفزه، مش معقوله كل دول بيلبسوا بواريك، كل دي شعر احنا بنستعمله في مصر. انا كنت بحسب ده لحالات نادره يعني ويعني ايه الممثلين بس مثلا ولا حاجه، لا ده طلع منتشر في مصر بشكل غريب جدا ومحدش قايل. ولاد الذين احنا عرفنا من الاحصائيات. ناس في الوسط الفني اعتمدوا الباروكة وبقت جزء منهم، زي عادل إمام وسمير غانم، عزت أبو عوف. بس عزت أبو عوف أحيانا كنا بنشوفه من غيرها. في ناس تانية بقى خلقها ضيق، يعني أول ما لقيت نفسها شعرها بيزلح والمهنة بتاعتهم بتتطلب يعني إن هم يخلوا بالهم من الموضوع ده، فبداوا ان هم يحطوا بواريك، ما استحملوهاش راحوا زرعوا شعر زي محمد هنيدي واحمد فهمي. احمد فهمي دوكا اللي متجوز هنا، مش التاني. فبصراحة هي فعلا لا تطاق بالنسبة للناس، في ناس ما تطيقهاش، في ناس تانية بقى يعني فعلا اللي هتركب معاها الباروكة دي وهتعرف ترتاح فيها هتريح شعرها من حاجات كتير. أسعار البواريك خزعبلية، يعني أنا لما كان شعري خلاص بفكر لما أحلقه وحياة ربنا واخلص، كان الفيسبوك عرف بقى إن أنا ناوي أعمل كده، فعمال يجيب لي في أسعار بواريك وإعلانات بواريك. لقيت أسعار غريبة جدا، 12,000 جنيه مش عارف إيه. طب ما أنا ال 12,000 جنيه دول أنا أعالج بيهم شعري. يعني انا وصلت لكده، حمدت ربنا ان في اوبشن ان احنا نعالج شعرنا ارخص. وبعدين ده بيقول ده حوار، ده حطي صمغ وتلزقي من هنا وتستني شويه ومش عارف، ده بتقعدي ساعه بتلبسيها علشان تثبت وما ما تتقلقش منك قدام الناس، ما تتقلقش منك قدام اللي انت قاعده معاهم يعني. وسشوره بقى، وفي ناس بتروح تصبغ. طب ما تهتمي بشعرك احسن. يعني انا ده اللي انا وصلت له رغم قناعتي التامه ان هي تعتبر حل في حالات كتيره. انتوا رايكم ايه؟ حد فيكم جرب البواريك وظبطت معاه؟ رايكم ايه في الموضوع ده؟ وبقولوا لي في التعليقات على الانواع اللي بتوقع الشعر، علشان البنات اللي مش فاهمه في الموضوع وناويين يروحوا يجيبوا باروكه ما يعملوهاش. في انواع من البواريك بتوقع الشعر. قبل ما تجيبي اي حاجه اعملي عنها سيرش كتير. على فكره انا عملت سيرش كتير جدا وتقريبا فهمت كل حاجه فيها وجبتها، وبرده خدت المقلب اللي انتوا شفتوه ده. فيعني انا شايفه ان انتوا تهتموا بشعركم احسن، شايفه ان انتوا تهتموا بشعركم احسن، ولا انتوا رايكم ايه؟ لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير. سلام.